سلام بنات، جبت لكم هذا الفيديو. هذا التحلية جدا رائعة، ان شاء الله تجربوها، والفيديو قصير جدا. سلام بنات. كي راكم دايرين؟ لاباس غاية؟ الحمد لله. نشارك معكم هذه التحلية. هذه التحلية سهلة. عندي هنا فلان كراميل زدت عليه. هنا عندي اطرو حليب، شكاره فلان كراميل، كاس تاع ماء، وإن كويير تاع فرينة، ومغرف تاع فاني. هنا راني نقلي في اللوز نسحقه في الفلان. هذا اللوز في الفلان. هذا الفلان درتوها بارطاجيتو معكم عام اللي فات، بصح ما درتهاش الوصفه، غير من درته وعجبني وبرد وكليتو قلتها لكم على السريع، ودركا غادي نديرها لكم. صدقوني بنه ولا اروع. وغادي ندير معاها طبقه ثانيه تاع غاناش. صاي يلا البنات نرجع معكم من بعد. شوفوا البنات، هنا درت الكراميل تحت. الاولى غادي بزاف تسالوا تقولوا علاه دارت الفرينه وكاس ماء. درت الفرينه وكاس ماء باش نهود الحده تاع الحلو. اختار هنا كراميل حلو، فلون حلو، غاناش حلو، يعني ما نفضكوش. ها هو عندي اللوز، غادي ندير وحده لوز هنا، عندك اللوز ديري كاوكاو، بصح الكاوكاو ما تحمريش، قليه كيما قليتو انايا، قليه الكاوكاو تاعك. ها هو فوالا. شوفوا تبعوا المراحل، هي مراحل برك. بسم الله. غادي ندير هنا ما تعمروش لاخاطر غادي نديرو غاناش. والتحليه باش ما تقهمكمش ما تعمروهاش، باش ديما تجيكم بنينه في لابوش، وديما تحوسوا عليها. لكن عمرتوا التحليه كيما الحريره لا. وغادي نحرك كي تهودوا المغرف ما تهودوهاش حتى لتحت. هي هكا حركوها، هكا حركوها. غادي خليها تجمد تشد بلاصتها، وندير فوقها غاناش. الغاناش ما تطلعوش حتى الفوق، هنا فقط. يلا بعد نرجع لكم من نبغي ندير غاناش. البنات سمحوا لي، هنايا المقطع تاع الغاناش اللي وجدته راحلي على السريع. الغاناش اللي ما تعرفهاش شاهي كريم ليكيد، ولا كريم ليكيد، كريم فريش ليكيد. ديريها في الطاوه، ديريها فوق النار تغلي. من تغلي خرجيها، حطي فيها قطع الشوكولا تاع الحليب وخليها واحد دقيقه، ومن بعد حركي، قعدي حركي حتى تطفى. رايحه شويه للبرد. شوفي الكراش تاعك شويه بدات تثقل، فرغيها في الكؤوس حبيبتي، صدقيني جربيها. هنا غادي تشوفوا باللي كاين اللي عمرتهم بالكاناش، وكاين اللي درتهم طبقه قليله الكاناش. كاين اللي ما يبغيش كاناش عندي، كاين اللي ما يبغيش الكاناش عندي بزاف. هو برك الزوج تاعي من ديابيتيك ما يبغيش بزاف الحلو في الحلو. كيما وصيتكم فهمتكم. المغرف تاع الفرينه حبيبتي، والكاس تاع ما يكون دافي، ما تنساوهش. وغادي تشوفوا البنه وغادي تاكلوه، والانسان اللي فيه السكر ياكل منه شوي وما غاديش يضره. تحليه جدا رائعه. وقلت لكم اللي ما عندهاش اللوز دير الكاوكاو، تقليه على طريقه تاع اللوز وتطحنه، ما تحمرهش في الكوشه. جربوه، وان شاء الله اللي جربته وعجبتها الوصفه تبارطاجيها، وما تنسانيش من الدعم. رمضان كريم.